خلاص صار اسمهم نواب فعلا، وبعد 15 يوم يفترض أن تعقد أول جلسة. من مرشحكم لرئاسة الوزراء؟ يعني محمد الشيعة السوداني هو مرشح الإعمار والتنمية لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، وهذا وفق إصرار وبرنامج اللي تحدثنا به مع جمهورنا المصوتين 1,300,000 صوت منح لهذا الائتلاف، إضافة إلى هناك مرشحين في داخل الإطار التنسيقي تم متداول بعض الأسماء، لكن يجب أن نذكر أن هناك مرشحين اثنين فقط هم يعني الآن النقاش الأكبر حولهم هو السيد نور المالكي والسيد محمد الشيعة السوداني. هناك أطراف سياسية في داخل الإطار كانت ممكن تستبعد النقاش في اسم محمد الشيعة السوداني في الفترات يعني أول ما انتهت الانتخابات. الآن الأجواء جيدة جدا، يعني هناك نسب كبيرة بتداول اسم السيد احمد الشيعة السوداني مره ثانيه لرئاسه الوزراء، وهناك قناعات تولدت لدى الكثير من القوى السياسيه في داخل الاطار. من هي القوى اللي كانت رافضه ورجعت هسه قامت تداول يعني اسم يعني السوداني؟ هسه دقيقه، هسه خليني اقول لك في داخل اطار التنسيق على الاقل اكو 3 اطراف هي في الاعمار والتنميه، يعني 3 اطراف في الاعمار والتنميه. لا هذول ما محسوبين، العطاء وغيرها يعني احسبهم اكو قوى سياسيه، قوى سياسيه الان تتحدث بشكل واضح عن منهجيه وبرنامج السيد السوداني بغض النظر عن ذكرها. ما اقدر تعرفين اليوم احنا نحكي في غرف التفاوض، يعني مو كل شيء نقل الاعلام، لكن الاجواء جيده جدا باتجاه السيد السوداني، باتجاه تسلمه لولايه ثانيه. انا اقول يعني حسب قراءتي وحسب المعطيات والمعلومه اللي عندي، يمكن مقبوليه السيد السوداني في داخل الاطار التنسيقي وصلت لقرابه 60 او 70% مقبوليه في سبيل تكليفه لولايه ثانيه. منو هاي القوى اللي كانت رافضه لا اخو ما اقول لك انا بالاعلام، تعال اقول لك اكو غرف. اخو انا ادري بالاعلام غرف اكو نقاش اللي كان رافض. اكو غرف نقاش قبلت. اكو غرف نقاش اكو غرف نقاش يعني خليني اقول لك اكو اطراف سياسيه تم زيارتها من قبل الاعمار التنميه في الفتره الاخيره، يمكن 4 قوى سياسيه. لا الاعمار والتنميه الحلبوسي زار السيد محمد الشيعة السوداني، لكن الائتلاف زار السيد عمار الحكيم، سمع السيد عمار الحكيم، الشيخ قيس الخزعلي، وتحققت زيارات مهمه للشيخ همام حمودي. يعني اقول لك احنا ما جاي نتحدث عن رفض، هو بالنهايه ماكو رفض، لان الجميع وقع على كتله الاطار التنسيقي كتله الاكبر. شنو اللي غير الموقف؟ تنازلات قدمها السوداني؟ لا مستحيل وقتها. شنو تنازلات؟ ماكو تنازلات، هم شركاء. اول شيء خلينا نفهم شيء، انه في هذه الطاوله اكو شركاء. هاي الشركاء تتداول. هسه اليوم مثلا عندي قضيه معينه اتحفظ بها على سلوك في فتره معينه، اجي يصير هذا التفاهم، باب التفاهم. اعتذر السوداني؟ ماكو اعتذار، تراجع عن اول شيء شركاء، ماكو تراجع، اكو طمأنه واكو سير خطوات واكو برنامج. لذلك انا اقول خل اقول لك شيء، الاحلى ما بهاي القصه انه الان التنافس على البرنامج. من لديه كتله قويه تدعمه في البرلمان ايضا تضاهي الكتله البرنامج الموجود التي يطرح الاطار التنسيقي في المقبوليه، وبالتالي السيد السوداني قدم برنامجا مقنعا وحديث واقعي عن الاشكالات. هسه ما نقول احنا خلافات وكسر عظم، لو اكو كسر عظم ما يجتمعون يصيرون كتله مره اخرى.